وفي كمان دلوقتي الرقص دلوقتي بقى بالنسبة للشباب بيفضّلوه، اللي هو رقص الهيب هوب، عشان بيقولوا إحنا موجودين، بيعبّروا عن أفكارهم عن طريق الرقص في الهيب هوب. وكمان عايزة أقول لكم على حاجة حلوة أوي، في دلوقتي عندنا الرقص الشعبي، من كل بلد لون ولهجة، زي ما في الشام في الدبكة، والمغرب الرقص الجناوي، وطبعًا مش هنقدر ننسى الرقص الصعيدي. تعالوا يا أهل الصعيد، أهلًا بيكم، معاكم. واللي منهم أهلنا اللي ليهم تراث من أقدم الرقصات في مصر. والرقص عندنا بيتميز بالحركة الصعيدي، الناس الناشفة الناس القوية أوي. هنا الناس حركاتهم بتبقى حركات رجولية، بيتميز النوع ده من الرقص باستخدام العصا في بعض الأحيان، ويعبر عن الشجاعة والقوة. وأدواته طبعا ليها أداة معينة، دايما الراجل لما يحب يرقص بيرقص بيها، بيرقصوا بالعصاية، بيقولوا عليها زمان الشوم أو النبوت. ويا سلام بقى لما الطبلة والمزمار يشتغلوا، ويا سلام بقى لو في حصان عربي، يبقى هو ده الصعيد على الحق.